في يا جماعة معانا دلوقتي مرات أكبر صاحب سوبر ماركت في تركيا. جابت طقم جديد كده للتوابل، حبت توريهولنا. وما شاء الله من نظافتها، هو لسه أصلا في العلبة بتاعته، قالت لا برضه لازم أغسله وأنضفه. وما شاء الله يعني الست شكلها نظيفة جدا، باين من بيتها يعني. اللهم صل على النبي. طبعا البنات المقبلين على الزواج يقعدوا يقولوا لمامتهم احنا عايزين طقم زي ده، وما جيبوا لنا من تركيا يا ماما. ولازم بنت خالة امي وبنت عمة خالتي وصحابي وقرايبي والجيران يشوفوا الكلام دون. الله، هي بس كده جابت بقى كام كرتونة شيبسي من عند جوزها، وراحت ماليه بيهم الادراج بتاعه المطبخ عشان تغيظ سلفتها. ان ايه، ان جوز ان هو يعني انا جوزي انا فاتح سوبر ماركت وجوزك انت ما عملش زي اخوه. هتقعد بقى تغيظ في سلفتها وتغيظ في المشاهدين الكرام. ودي عندها السبع بهارات من برضو من جوز سلفتها، اللي هو يعني اخو جوزها، فاتح عطار برضو. وده برضو ادوات منزليه جابتها كده بالمغناطيس، بتلعب بيها والعيال في البيت لما في وقت الفراغ وكده. وقفت الدرج على كده، والحمد لله الحاجه نشفت وزي الفل، بتنشفها تاني. بنتنا نظيفه وشاطره وزي الفل. ما اعرفش جابت ايه ده، راحت حطاه في العلبه. رز ده ولا ايه؟ ما بقى تدلقش علينا طيب. المهم جابت بقى بتاع اكل عصافير ده ولا ايه ده، ما تفهمنوش. وده زعتر ده ولا اسمه ايه ده، الله اعلم. حاجات ما نفهمهاش احنا، المهم حاجات بتتاكل يعني. بس وراحت بقى منضفه مطبخها وعاملاه زي المرايه. ما شاء الله، حماتك مش هتمسك عليكي زله. شاطره يا بنت جدعه، عشان تعلموا منها. وشويه زيتون كلاماتا يا جماعه، لزوم التحابيش والنحانيش. وده صابون سائل عشان لما تزنق في حاجه على طول الصابون السائل دي تصب بالابريق على طول. بس كده. وحطيت شويه صابون للوش سائل برضو. وهي ظبطت دنيتها ما شاء الله، مطبخها جميل يا جماعه ونضيف. ما هي بقى مرات صاحب سوبر ماركت يا جماعه، لازم تبقى كده يعني، هم اغنياء يعني. اكيد ده اكيد اكيد يعني. صاحب يعني ده بتاع كارفور تقريبا ولا ايه؟ سوبر ماركت فاتحه كارفور عندها في البيت. يا حرام. ده ايه ده، مساحيق الغسيل دي والحاجات الجديده دي، الله. والنظافه بقى والشياكه وشويه قهوه بقى ايه. يعني هي قهوه ابو عوف يعني، عملت معاكي ايه يعني، اثرت معاكي؟ لازم تشربي القهوه يعني من الكوبايه يعني، تحطي على طول تفتحي الحنفيه عندكم بتنزل قهوه. ليه كده يعني؟ ليه بجد؟ استفزاز اوفر يعني. وجابت شويه كرز على شويه خرز على شويه اعشاب واوراق. هي طبعا عشان سمباتيك بتاكل اوراق واعشاب وبتاكل بقى البسكوت ده. يا سلام، فاتحه سوبر ماركت برضو. في كل ظرف عندها تشد سوبر ماركت، تشد سوبر ماركت ما شاء الله. وده يا جماعه بتاع الناموس ده كيتو ده، بس ده بقى الحديث، كيتو الحديث. وده تقريبا عسل نحل لسه جاي دلوقتي طازه من السوبر ماركت ما شاء الله. وده ايه ده، البنتكر ده او البندكر ولا ايه ده يا ولاد ده؟ ايه ده، ما علينا. وده خرز ده ولا ايه، ما نفهموش. المهم راحت بقى ايه، ظبطت امورها وبرضه هتفتح برضه سوبر ماركت فرع تالت برضه ولا فرع رابع. وجابت دوريدوس من بتاع بلاد بره، على شيتوس، على مش عارف كاني وماني. هم عندهم وقت فراغ كتير يا جماعه، فبتحب تسحب من الدرج وتاكل هي والعيال. بس المهم يعني ايه، بوظت السوبر ماركت بتاع جوزها وراحت فاتحاه في البيت. كل حاجه تسحب وتاكل تسحب وتاكل لغايه اما خربت بيت جوزها. جابت بقى من جميع الاطعام والشيبسات اللي في الدنيا كلها. ما شاء الله عليك. طب وجوزك يبيع ايه طيب؟ ما كده بيتكم هيتخرب. طيب هتبيعي في البيت؟ ما علينا، ملناش دعوه احنا بالحاجات دي. المهم يا جماعه، راحت جابت شويه توت وشويه فراوله. وده اصلا مش الموسم بتاعها، بس ما علينا. وده ايه ده، عملت زرع ولا ايه في التلاجة، ما علينا. وشويه خس يا جماعه وحاجات من اللازم منه. واكل ارانب وحاجات من ملناش دعوه بيها. المهم خلينا احنا بس في الاطقم اللي هي جايباها الجميله دي. عندنا بناتنا مقبلين على الزواج، اتعلموا بقى وشوفوا الحاجات دي بتتجاب منين وجيبوها. وحتى عامله برضو فرشه للبيض يعني، يا ستي ما تحطيه زي ما هو يعني، هو هيقول لك لا. ما علينا ما علينا، عادي مش هتيجي على البيض. وده جايبه بقى عصير جهينه ده ولا عصير اسمه ايه ده مش عارفه. وجايباه بقى ورصاه وفاتحه، بقول لكم سوبر ماركت في التلاجة وفي المطبخ وفي كل اي درج تشدوه عندها في الشقه هتلاقوا. جايبه لوليتا اهي، اهي بصوا اللوليتا اللي ورا دي، ولا دي ايه دي. وده بيبسي يا جماعه، بيبسي كولا ولا بيبسي ايه ده، ما اعرفش ايه الحاجات دي، حاجات حرام دي ولا ما بنجيبهاش احنا عند الحاجات دي. تقريبا ده مشروب طاقه. مش عارف، ما هو جوزها فاتح سوبر ماركت، احنا مش هنعتبها على شيء. هي تجيب اللي هي عايزاه من السوبر ماركت، محدش يكلمها يا جماعه. احنا نتفرج وخلاص، نشوف بس الاجهزه الحديثه والحاجات والبطرمانات وكده. ده بطرمان بقى ايه اللي تفتحي منه تشربي على طول.